بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الحلويات الجميله اللي انتوا شايفينها دي بابسط المقادير، وان شاء الله كل المقادير في البيت باذن الله. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنبدأ أول حاجة هنا هنحطها، وهنا بقول لكم على البيض ان هو البيض هنا 4 بيضات، بس انا بحط 3 بيضات وبياض البيضة، وبعين صفار بيضة واحدة بس. هقول لكم ليه. هنبدأ الأول بالبيض ده زي ما اتفقنا 3 بيضات وبياض بيضة، والصفارة شلتها هقول لكم ليه. بعد كده ده جوز الهند، يعني روح جوز الهند. انا بحبه قوي في المخبوزات بتاع النهارده، بيبقى طعمها انت وانت بتقطمي كده كأنك حاطه فيها جوز الهند، والريحه بقى وهي بتطيب خطيره خطيره خطيره. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وهنا عندنا كوبايه وربع سكر بنحطه برضو على البيض، وعندنا كوبايه زيت. كل الخليط ده يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده هنحطه على بعضه. وبعد كده هنحط مقدار اللبن. عندنا هنا كوبايتين لبن، ويا ريت يكون لبن رايب علشان ده بيساعد على ان العجينة في الاخر بتطلع اسفنجية وهشة زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. اللي طبعا مش عنده يحط لبن عادي. وعندنا هنا معلقتين خل كبار. طبعا احنا متفقين ان اي مخبوزات بحط فيها الخل علشان بيخلي العجينة برضو قطنية ولونها ابيض وجميل. عندنا هنا دي ربع كوباية مية دافية، هنحط فيها معلقتين خميرة كبار وهندوبهم في بعض. وبعد كده هركن الخميرة دي على جنب، وهبدأ اشتغل لحد الخميرة دي ما تتفاعل مع بعضها، وبعد كده هبدأ احطها في الاخر. كده خلاص دابت اهي، هركنها بقى على جنب. ونبدأ هنا هنقلب السكر، الخليط ده كله مع بعضه لحد السكر كله ما يدوب في كل المقادير دي. نفضل نقلب لحد السكر كله ما يدوب، وبعد كده هنبدأ نحط آخر مرحلة وهي الدقيق. مقدار النهاردة مقدار الدقيق يا جماعة، أنا عاملة مقدار 1.5 كيلو دقيق. اللي حابب طبعا يعمل نص المقدار انت براحتك. والكمية دي بتاخد باكو بيكنج باودر الكيس كله يا جماعة علشان تبقى هشة وطرية. وذرة ملح كده رشة صغيرة ما بين ايديا. بعد كده نبدأ نعجن العجينة زي ما انتوا شايفين كده، بنقلبها لحد ما تلم خالص. وبعد كده طبعا بفضل اعجن لحد ما العجينة تسيب ايديا. وهنا في المرحلة دي بنضيف الخميرة ونبدأ نعجن كده لحد العجينة ما تلم زي ما اتفقنا. وهنا العجينة بتاعتي بتاخد كوبايتين لبن زي ما قلنا. لو لقيتوا ان العجينة لسه عايزة ممكن تزودوها شوية مية، بس انا هنا الدقيق بتاعي طبعا على حسب الدقيق. الدقيق هنا لم معايا هما كوبايتين اللبن، ما عوزتش مية تاني. بعد كده لميتها ودهنت الوش زيت، وغطيتها بكيس بلاستيك وتركتها لمدة نص ساعة لحد ما تختمر وتقب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ببدأ انزل الخمر منها، وبعد كده اخد حتة بحتة وبفردها رول زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يا جماعة بتتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده باخد الطرف الاول وبلفها زي ما انتوا شايفين وموضح في الصورة، بلفها حوالين بعضها، واخر طرف بحطه تحتيها علشان بعد ما تيجي تختمر ما تفكش مني تاني. وهنا بجيب صاج او صينية ادهنها دهنة زيت خفيفة، وبعد كده ببدأ احط فيها المخبوزات بتاعتي اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين. والمخبوزات بتاع النهاردة هعملها لكم كذا شكل علشان طبعا الاطفال بيحبوا الاشكال دي، واحنا بنعمل الاشكال دي علشان نشجعهم ان هم ياكلوا. ودي طريقة تانية بالنسبة لللف، ممكن محركاش من مكانها وابدأ ان انا الف حوالين نفسها كده وهي في مكانها، وبرضو اخر طرف بحطه تحت علشان لما تختمر ما تفكش مني تاني.
ودي اخر طريقة بقى يا جماعة اوريها لكم، اللي هي شكل الضفيرة. وطبعا العجين ده اشكال والوان، ممكن ان انت تشكلي على حسب ذوقك ورغبتك باي اشكال ولادك بيحبوها. ده انا هعمل هنا اللي هي الضفيرة. طبعا بنعمل 3 قد بعض، وبعد كده بنبدأ نثبتهم من فوق كده ال3 مع بعض، وبعد كده بنبدأ كأننا بنضفر ضفيرة بنوتة حلوة. كل الناس طبعا بتعرف تضفر الضفيرة الجميلة دي. وبعد كده ببدأ ان انا احطها في الصاج لحد كله ما يختمر، وبعد كده هرجع لكم بعد ما املأ الصاجان كلها. كده يا جماعة مليت الصاجان كلها، شايفين بسم الله ما شاء الله المقدار عمل لي قد ايه. بعد كده بنسيبها تختمر، وبعد كده بندهن وشها بصفارة البيضة اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو. بنحط عليها معلقة صغيرة من الخل وممكن رشة سكر، وبعد كده بنبدأ ندهن بيها المخبوزات بتاعتي بتاع النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده بتديها لمعة خطيرة وطعم اروع. وطبعا اللي ما بيحبش ريحة زفارة البيض، معلقة الخل دي ما بتخليهاش ليها اي ريحة خالص. بعد كده بحطها في الفرن لدرجة حرارة 180 لحد ما تحمر القمر كده من فوق ومن تحت. وبعد كده بغطها بكيس بلاستيك وبعد كده فوطة، واسيبها لحد ما تطرى مني ترد طراوة الفرن. وبعد كده شايفين اهي يا جماعة، شايفين من جوه هشة وقطنية وجميلة وبتلمع ومحمرة من فوق ومن تحت. شايفين القلب عامل ازاي؟ بألف هنا وشفا. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. هوريكم كذا شكل اللي انا عملته في اول الفيديو. طبعا كل الاشكال دي بتعجب الاولاد، وبالالف هنا وشفا مع كوباية شاي بلبن، كوباية شاي، كوباية لبن، بس اللي انتوا حابينه. ينفع فطار جميل وعشاء واي طبعا ريحة المخبوزات في البيت ما اقولكمش يا جماعة. عايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد وجديد. وشايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله الكمية قد ايه، وشايفين الاشكال ولا اللمعة بقى روعة. عايزة منكم دعوة حلوة اهي. شايفين يا جماعة هشة وقطنية وجميلة. وطبعا انا فتحت لكم واحدة ووريتها لكم من جوه. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.